يا دكتور انا خدت علاج كتير لمشكلة كتفي وما بيتحسنش، اعمل ايه؟ الاول، مشكلة كتفك ده عبارة عن كتف متجمد. دي عيانة جات لي في العيادة عندها سكر، عندها 50 سنة، قعدت على الكرسي: يا دكتور انا كتفي بيوجعني بقاله كتير، وخدت له علاجات كتير للاسف منها علاجات عن طريق النت وما بتحسنش. طب يا ست الكل، انت ايه مشكلتك؟ الم بس؟ قالت لي لا، الم وما بقدرش ارفع دراعي، كتفي ما بعرفش الف ولا احركه. بالفحص الطبي المدى الحركي بتاع المفصل قليل قوي، يعني الحركه بتاعه المفصل مش المدى الحركي الكامل، لا، ده مدى حركي بسيط جدا حتى وهي مش رافعه دراعها. ودي من اهم الفحوصات اللي نفرق بيها ما بين قطع وتر الكتف، ان العين يحس بالم لما يرفع دراعه لفوق. لكن لما نيجي نفحص المفصل وعايزين نشوف المدى الحركي من غير ما نضغط على الوتر، نخلي كوعه جنبه ونلف دراعه يمين وشمال عشان نشوف المدى الحركي والوتر مرتاح. لو لقينا المدى الحركي كويس يبقى المشكلة بس في الوتر. لو المدى الحركي تعبان او ضعيف او مفيش مدى حركي يبقى ده اسمه كتف متجمد. طب ده علاجه ايه؟ سهل جدا. الكتف المتجمد نتيجة السكر اللي ما بيتحركش كويس او المدى الحركي بتاعه قليل، احنا نزود له المدى الحركي، يا اما مع دكتور العلاج الطبيعي، وجلسات العلاج الطبيعي بياخد له متوسط من شهر ل3 شهور، او لما ندخل احنا العيان اوضه العمليات ياخد بنج دقيقتين ثلاثه ونحرك له دراعه فنرجع له المدى الحركي كامل. طيب هنا لو قعدنا ناخد علاج 100 سنه عمر المدى الحركي ده ما هيرجع. ده مشكله ميكانيكيه لازم تتفك، زي ما قلنا مع دكتور العلاج الطبيعي او معانا احنا في اوضه العمليات. افتكر ان التشخيص بيعتمد على الفحص الطبي في العياده. احنا ازاي بنشخص؟ ما بنشخصش لا على الواتساب ولا على السوشيال ميديا ولا الدكتور الصيدلي لما يديكي مسكن اللي الناس كلها بتاخده هتتحسني. في الختام كالعاده، افتكر انك هتعيش مره واحده، حاول تعيشها بصحه وسعاده على قد ما تقدر. افتكروا دايما ان الامل موجود، وصباح الفل.